المفروض الفيديو ده عبارة عن شوية نصايح لحاجات هتفرق معاك وانت بتذاكر. بس لما فكرت في الموضوع قلت ليه اديك نصايح واقول لك اعمل وما تعملش، وانا ممكن اخدك تذاكر معايا احسن. حاجة لازم تكون عارفها ان الطبيعي جدا ان انت لما تيجي تبدأ تذاكر دماغك هيلعب معاك ألاعيب قذرة جدا بان هو يشتتك ويبعدك عن المذاكرة، ويفكرك بصاحبك اللي انت مقصر معاه جدا والمفروض تتصل عليه، وقرايبك وصلة الرحم واهميتها، صاحبك اللي كان معاك في كي جي 2 وانت مش بتتصل تسأل عليه ازاي يعني. خلي معاك نوت زي دي وانت قاعد بتذاكر، اي لعبه دماغك يلعبها وانت بتذاكر سجل الحاجه دي وبعد ما تخلص ابقى اعملها. في الجزئيه دي ان اللي لازم تكون فاهمه ان طلب العلم ده عباده زيها زي قيام الليل، وان الشيطان عمره ما هيسيبك ابدا تختلي بالعباده. لانه في مره جه رجل للامام الشافعي قال له يا امام انا كنت عاين فلوس في مكان معين، حفرت حفره وحطيت الفلوس دفنتها في المقابر، فين المكان بالظبط انا مش فاكر ومش عارف الاقيها، المفروض اعمل ايه؟ فضحك الإمام الشافعي كده بسخرية وقال له يعني أنا هلاقيها لك في باب الوضوء ولا باب قيام الليل ولا باب الطهارة ولا إيه بالظبط؟ يعني حل مشكلتك دي هلاقيه فين؟ أنا عالم فقه، أنا مالي باللي أنت بتقوله ده. الراجل زعل كده من رد الإمام الشافعي، فلما حس الإمام الشافعي بالأسى على الرجل قام قايل له بس بص أنا ممكن أحتاج ليك حيلة معينة. ارجع البيت النهارده صلي العشاء معانا، وارجع من بعد العشاء لحد الفجر قضي ده كله قيام ليل. الإمام الشافعي قال إجابة غير منطقية، الراجل سأل سؤال غير منطقي، القصة كلها بحد ذاتها لحد دلوقتي غير منطقية. رجع الرجل بدأ يصلي تاني ركعة على طول، بدأ يفتكر المقابر، أنا كنت دافنها في الحتة اللي على الشمال، أيوه عند قبر مش عارف مين في الحتة الفلانية. خرج من الصلاة جري، حفر المكان، افتكر المكان، لقى الحاجة. تاني يوم راح للإمام الشافعي مبسوط، يا إمام يا إمام وجدت مش عارف إيه وإيه وإيه، وطلع فعلا زي ما أنت قلت وأنا بصلي في الركعة التانية افتكرت. ضحك الإمام الشافعي وقال له أنا كنت متأكد إن الشيطان مش هيسيبك تصلي قيام الليل كامل. تانية، ابعد التليفون تماما لما تيجي تذاكر. وسط استخدام التليفون للإنسان الطبيعي من 6 ل 8 ساعات في اليوم، لكن لو انت طالب ثانويه عامه فالمده دي بتقل شويه وغالبا بتبقى من 3 ل 4 ساعات في اليوم. غالبا الشخص اللي عنده 3 4 ساعات في اليوم استخدام للتليفون ده بيبقى شخص بيشتكي ان الوقت مش كفايه. آه، انت ممكن تشيل التلات اربع ساعات دول ومش شرط تذاكر فيهم، بس انت هتلاقي يومك زاد 3 4 ساعات. انت لو قعدت ترتاح او تنام في التلات اربع ساعات دول صدقني هيكون افيد بكتير من انت تضيعهم في التليفون. لو انت طالب مش ثانويه عامه، طالب جامعي او كده، يمكن انت مش هتبقى محتاج قوي موضوع ان انت تشيل التليفون، هيبقى كفايه ان انت تعمل وضع عدم الازعاج، نايت مود، الحاجات دي، او انك تطفي التليفون وتخرجه بره، ده هيكون كفايه. بنت كمان انا في ثانويه عامه من شهر 8 لحد تقريبا شهر 1 او 2 انا ما كنتش شلت الفون، كنت بكتفي بس ان انا اعمل وضع عدم الازعاج او ان انا اطفي الفون. اول شهر 2 3 لحد اخر السنه انا خدت التليفون طفيته ووديته عند خالتي وقلت لها مش عايز استلمه غير اخر السنه، وفعلا كان كده. انا فاكر يوم ما استلمت التليفون ليله امتحان الاحياء، انا كنت حاسس كده اللي هو يعني ده تاتش. بلاش تخلي وقت المذاكرة هو الوقت الغبي اللي في اليوم اللي انت بتكرهه او اللي نفسك الوقت ده يعدي وتخلص عشان تقوم. خليه مش هقول لك وقت انت بتحبه، بس على الاقل وقت انت مش بتكرهه. المشروب المفضل مع المذاكرة هيفرق معاك كتير. بمذاكرة لازم قبل ما تبدأ يكون المكان اللي انت بتذاكر فيه هادي، ومكان انت بتحب تذاكر فيه ومستريح فيه. كان المكتب او البلكونة، الارض، السرير. ولما بقول السرير بلاش السرير في الشتاء عشان ما يحصلكش كده. الحاجات الاساسيه في المذاكره ان انت ما تخش على المذاكره اللي هو انا داخل اشوف الكلام على ايه وهعمله. مهم جدا ان انت تكون عامل تاسكات معينه، انا عايز اخلص التاسك دي، مش هقول لك بقى افورت انه التاسك دي في الوقت ده والمده دي، مش شرط تكون كده، بس يكون عندك عدد معين من المهام انت لازم تخلصها. انا بقول بلاش نتكلم كتير ويلا نبدا. انت بتذاكر غالبا هتلاقي نفسك بتطلع نوتس مهمه، حاجات محتاج تعمل عليها هايلايت وتفتكرها بعد كده، او حاجات انت على طول عارف ان انت بتنساها ومش دايما بتفتكرها. حالتين يا ريت تكتب الحاجات دي في نوتس وتعلقها قدامك على الحيطه. الموضوع ده عايز اقول لك بيفرق معاك جدا في ان هو بيخليك ما تنساش الحاجه دي ابدا. كانت من اجمل المشاعر اللي بحسها في امتحانات الثانويه العامه لما الاقي حاجه جايه في الامتحان او سؤال جاي في الامتحان عن ملحوظه انا كنت معلقها قدامي على الحيطه. الموضوع ده اتكرر معايا كتير جدا تقريبا في كل الامتحانات، وكانت تبقى حاجه حلوه جدا. اول تاسك كان عباره عن 2 بوينت، احنا خلصنا اول بوينت منهم اللي هي اول محاضره.
من الحاجات اللي لازم هتواجهها في الثانويه العامه ان انت مثلا تلاقي وراك امتحان بكره وفاضل لك 4 ساعات وتنام، ومش معاك وقت تذاكر للامتحان ده. فالمفروض في الموقف ده انت تعمل ايه؟ حاجه لازم تعملها وهتفرق معاك قوي في الموضوع ده. جيب مصحف تقرا فيه. مثلا لو الوقت معاك 4 ساعات اقعد اقرا فيهم في المصحف ربع ساعه، نص ساعه، ساعه كمان. هتقولي ازاي؟ بس ده مش عمل بالاسباب وتضييع الوقت. هقول لك لا، انت معاك 3 ساعات تانيين. ده تصديقا للحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. يمكن ده مش نص الحديث قوي بس ده معناه. وده حقيقي جدا والله وعن تجربة. صدقني لو جربت تعمل كده هتلاقي ان الموضوع بيفرق معاك بطريقة انت مش هتصدق ازاي. حط بقى في جو الامتحان وكده، لا انت خدها قاعدة عندك في حياتك كلها، شغل، حاجة، اي وقت عموما هتحس ان انت حاسس ان الوقت مش كفاية للحاجة دي، شارك القرآن في الموضوع هتلاقي الوقت بقى كفاية. اكيد سألت نفسك الأدوية دي بيعملوها منين او ايه مصدرها؟ هو مصدرها غالبا ان انت توقعته ان هي مثلا يكون ليها مصدر حيواني، جزء معين او عضو معين من حيوان، ماده معينه، هرمون معين عنده بناخده منه ونعمل منه الدواء. مصدر نباتي، نبته معينه. مصدر معدني، يعني مثلا نوع معين من المعادن زي الفوسفور مثلا. بناخد اي حاجه من دول ونعمل بيهم الدواء. من اشهر الانواع دي وغالبا اللي جت في بالك الاول هي الميديسينال بلانتس او النباتات الطبيه. لذلك اتعمل منه علم كامل وماده كامله، وهي اللي انا كنت قاعد بذاكرها دلوقتي. الجزئيه اللي انا كنت بذاكرها بتقول لك ان ممكن يكون نفس النبته بنفس كل حاجه، بس الفرق ان انا النبته دي حصدتها الساعه 7 الصبح، انما دي انا حصدتها بعد الظهر الساعه 12 مثلا. يقول لك ان اللي اتحصدت الساعه 12 هيكون الماده الفعاله فيها اكتر كتير جدا. لذلك الماده اللي اتحصدت الساعه 12 دي يرجى الشفاء منها اكتر بكتير من اللي اتحصدت الساعه 7. طيب احنا كناس بنشتري هنعرف منين؟ دي من مصادر الغش اللي بتحصل للادويه، واللي احنا مش دايما بيكون سهل على اللي زينا يعرفوها. اللي انا عملته دلوقتي ده هو طريقه المذاكره بالشرح. ودي بتبقى اخر ليفل في مذاكره حاجه معينه، ان انت بعد ما تفهمها كويس تشرحها للي قدامك او تشرحها لصديق ليك او ايا يكن. الموضوع ده انا كنت بعمله في ثانوي، وزمايلي كانوا بيعملوه ليا في ثانوي. بس صدقني خدها قاعده: اي حاجه تشرحها لحد او هتوصل بيك الليفل ان انت تقدر تفهمها لدرجه ان انت تشرحها للي قدامك ويفهمها منك، انت مش بس كده فهمتها، صدقني المعلومه دي انت ممكن ما تنساهاش تاني ابدا. وما تنساش ان دي هي بقى المقصود بيها فعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الاسئله اللي دايما هتيجي في بالك اللي هو ناخد راحه بعد كل قد ايه؟ في ناس بطبيعتها بتقعد تذاكر 45 دقيقه او 5 دقائق راحه، 45 دقيقه او 5 دقائق راحه. اللي كنت بعمله طول فتره ثانويه عامه وطول حياتي ان انا بحط التاسكات اللي انا عايز اخلصها، وبعد كل تاسك بخلصه انا باخد فتره معينه من الراحه. يعني ما بقومش غير لما اخلص اللي قدامي ايا يكن الوقت اللي هياخده، سواء خد نص ساعه او خد 3 ساعات. ذاكر دلوقتي فجت معايا جزئيه في الميديسنال انا ما فهمتهاش من الدكتور. غالبا انا دلوقتي افتح اليوتيوب ادور على حد شارحها احاول افهمها منه. ليه بقول لك كده؟ فترة الثانوية غالبا كتير قوي مع مدرس ممكن تكون فاهم منه المنهج كامل ومدرس طب والدنيا كلها بتشكر فيه، بس انت مش فاهم منه او على الاقل مش فاهم منه الجزئية دي. مثلا انا كنت طول السنة مع مستر خالد صقر وفهمت منه منهج الكيمياء كامل، بس لما جيت على العضوية انا حسيت ان انا مش فاهمها منه قوي يعني. فساعتها انا رحت عادي جدا لمدرس تاني سمعت منه العضويه. فالفكره المقصوده من الموضوع انت ممكن تكون ماشي حلو جدا مع مدرس بس جزئيه ما تفهمهاش منه، ساعتها روح دور على اليوتيوب على حد شارح نفس الجزئيه بس يكون حد تاني. غالبا هتفهمها وغالبا هتتعرف على مدرس جديد بتفهم منه اصلا وتحس ان شرحه كويس، وبالطريقه دي هتبقى بجد بتطور من نفسك في موضوع المدرسين. أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان انا تعبت. انا متاكد ان انت في ثانوي هتحس بالموضوع ده او الشعور ده كتير جدا، تحس ان انت زهقان تعبت جبت اخرك. ده لو اوريدي ما كنتش جبته اصلا بقالك شهر ونص ولسه قدامك 6 شهور مضطر تكمل فيهم. انت هتمر بالشعور ده كتير قوي في السنه دي. تاني ان انت تكون بتذاكر فتلاقي ان حاجه ممكن تكون زميلك قالك ان هي خدت معاه ساعه ونص او نص ساعه، تلاقي نفسك خدت منك انت 6 7 ساعات،
ومش بأفور لما اقول 6 7 ساعات. انت اكيد فاهم ان ده شيء طبيعي وبيتكرر معاك كتير جدا، وانت فاكر ان العيب في عقليتك او المشكله عندك انت. صدقني لا خالص، ده الطبيعي والله، وده اللي كان بيحصل معايا. انا الحاجه كنت اقعد اذاكرها الاقي اصحابي بيقولوا ان هم بياخدوا فيها نص ساعه او ساعه، انا ممكن اقعد فيها 8 ساعات. اكيد كنت بقعد اقول يعني هي المشكله في عقليتي انا. صود ان العبره مش بكده خالص، العبره ان بعد ال8 ساعات دول او ال9 ساعات دول او ال6 ساعات دول انت طلعت بايه. مش فكره انت خدت وقت قد ايه. الرؤيه العامه هي مش السباق اللي بيفوز فيه اللي بيوصل الاول، هو السباق اللي بيفوز فيه اللي بيوصل بس.